السلام عليكم الحبايب متتبعين ذوق حسنه، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو جديد وبطريقه جديده ان شاء الله. جبت لكم بيتزا اللي كتجي سريعه في التحضير. ها انتم كيفاش جات، تبارك الله. والمكونات عندنا في الدار وهاد الشاشاتنا غير من رمضان. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى لكم السعاده وراحه البال يا ربي. شكرا بزاف بزاف على التفاعل على الفيديو اللي حطيت ديال لي كانيط. راه تبارك الله جاب التفاعل وشكرا بزاف. راه شجعتوني بزاف. الله يعطيكم ما كنتمنى ويحيد عليكم شر الخلق يا ربي. غادي نجاوب واحد الاخت اللي حطات لي التعليق على كسكسو ديال العجانه. شكرا يا بنتي، الله يعطيك ما كنتمنى. وكنشكر كلهم المتتبعين ديالي اللي كنحطوا لي التعاليق واللي كيتفرجوا. الله يحيد عليكم شر الخلق ويسخر لكم في وليداتكم ويسخر لكم في الخدمه ديالكم. كنطلب سيدي ربي فاش ما درتو يديكم تنجحوا ان شاء الله. هذيك البنت شكرا بزاف يا بنتي، قلتي لي راه درتي داك الفيديو راه صدقه جاريه. كنتمنى يا ربي الفيديوهات ديالي يكونوا كاملين صدقه جاريه. راه كنشارك معكم الفيديوهات من قلب الخالص وصادقين مليون في المية. شكرا بزاف. جربتي داك الكسكسو راه كيجي رائع. راه كتصوبي ثلاثه د الاشكال ديال الكسكسو في دقه واحده. المهم كل مره نجاوب على واحد الكومونتير ان شاء الله. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الله المقادير والطريقه ان شاء الله. وما تنسونيش اخوتي بالبصيمه والتشجيعات ايوا التعليق كما ولفتم. الله يعطيكم ما كتمناو. يلا المهم الطريقه نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفه على قلبكم ان شاء الله. المهم الحبايب، بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معكم العجينه ديال البيتزا ديالنا اللي هي اقتصاديه بزاف كما قلت لكم من قبل. راه هادشي كله شاط ليا غير من رمضان. عندي هنا الكاس الفينو دقيق الصلب، اللي هو يكون الماركه مزيانه. وعندي جوج كيسان ديال دقيق الفورس ولا المهم الطحين اللي هو مزيان. هانتوما كما كتشوفوا جوج كيسان د العنبه عبرت بالكاس العنبه. التوابل باش غادي نخلط هاد العجينه ديالي. عندي الماء دافي، عندي المليحه، عندي شويه ديال الزعتر او الزعتره اللي عندكم متوفره. عندي هنا الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه اللي عندكم موجود في الدار. عندي حليب المجفف. اللي ما عندهاش الحليب بلا ما ديرو ولا دير الحليب سائل. عندي نص كاس ديال زيت العود مخلطه مع زيت المائده. مع دابا زيت العود راه قليله باش نكونوا واضحين. خلطت نص بالنص. وعندي شويه د البزار. بسم الله على بركه الله. غادي نخوي هاد الخميره. الحليب المجفف اللي ما عندهاش كما قلت لكم بلا ما ديرو. شويه نتاع البزار، شويه ديال الزعتر ونحكوه. كيعطي لذة زوينه لهاد البيتزا. غنديروا المليحه على حسب الذوق. وغندير دابا الزيت ديالي، الزيت المائده مع الزيت البلديه. غادي نخلط هاد المكونات. وعندي الماء دافي. بسم الله. الماء نديرو غير بالتدريج. غادي نخلط هاد العجينه الحبايب. العجينه ديالي راني جمعتها ها هي. ما كتحتاج شي العجينه بزاف. ها هو القوام ديالها كيفاش جا ولا كيبان لكم. ما رخفه ما قاصحه. المهم عينكم ميزانكم بحال العجينه وصافي. غادي نردها تخمر. غنغطيها. اللي ما عندهاش هاد الطاسه تغطيها غير بشي ميكه هكا ودير شي منديل. غادي نردها على الجنب تخمر. وغادي نوجد الخضره اللي غنرافق بها البيتزا ديالي. غادي نوجد معكم دابا كيف باش غادي نعمر البيتزا ديالي. عندي هنا لاصوص مخلط مع الهريسه اللي اللي صوفت عليه راني شاركتها معكم في الفيديو من قبل. وعندي هنا شويه ديال التحميره ولا البابريكا وشويه ديال البزار. وغنزيد عليها شويه ديال زيت العود، واحد شويه هي غير واحد المعلقه كبيره. شويه نتاع الزعتر نسم. غادي نردها تشحر واحد شويه غير ينتجموا فيها المكونات يطلقوا فيها
لاصوص ديالنا تنطلق. وعندي هنا البصله اللي قطعتها دوائر هكا، البصله الخضار هي دابا هي اللي موجوده، ها هي اللي كتبان لكم. وعندي هنا الفلفله الوان خضراء وحمراء قطعتها حتى هي بحال هذا الشكل هذا. هانتوما هاد الخضره والله العظيم الا كلها شاط ليا من رمضان. وزيت العود وزيت المائده مخلطه كما قلت لكم. غادي نوجد المقله ديالي وهنا معكم. رديت المقله ديالي تسخن، غندير فيها واحد شويه ديال الزيت، وغنرد دابا الفلفله ديالي. غادي نصوتي هاد الفلفله غير واحد شويه، ندير عليها شويه ديال الملحه. جاتني الكاميرا على الجنب البنات غير قبلوا عليا. شويه نتاع البزار غير نسمو. غادي نصوتي هاد الفلفله غير تنزل غير واحد شويه. لاصوص ديالي ها هو رديتو هنايا البوطه باش يدغمر واحد شويه، يطلقوا فيه ديك المكونات، داك البزار داك التوابل. لاصوص هو وجد، غادي نخليه على جنب هنا. الفلفله ديالنا هي نزلات واحد شويه، غادي نحيدها وغادي نولي معكم. خويت المقله ديالي نيت في نفس المقله غير مسحتها باش ما يبقاوش فيها هذيك تاع البزار. غادي نفيح دابا البصله ديالي، غندير لها غير الملحه الا كتبان لكم، شويه نتاع الملحه، الزيت، ونخليها عاود تنزل. مسحت المغرف ديالي، مسحت المقله ديالي. غادي نخلي هاد البصله تنزل واحد شويه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفه على قلوبكم الحبايب. الله يعطيكم ما كتمناو. هو غير قبلوا عليا على اذواق حسنه على التصوير ديالها، كتصور لراسها ايوا شجعوني يا الحبايب. البصله ديالي راه نزلات، نحيت زيت العود راه مجهده في الحراره ديالها، كتكون مجهده وهي جات تبارك الله بحال الشحنه. المهم غادي نطفي عليها ونخليها تبرد ونكملوا على التتمه ديال الفيديو ديالنا ان شاء الله. العجينه ديالي راه خمرات هي في الجط تبارك الله ما شاء الله. غندير هنا شويه ديال الدقيق، غنجمع على القريصه ديالي غنقرصها. قرصوها بدلاك ولا بشي قرعه اللي عندكم. انا كيعجبني نخدم بيدي بهذا الشكل. القريصه ديالي راه قرصتها وخليتها ارتاحت واحد شويه. وعندي واحد المول هكا ديال الفران، راني دهنتو بواحد بشويه ديال الزيت. بسم الله. نشد ها، غادي نقادها. راه كتجي هاد البيتزا ما نقول لكمش عليها، العجينه ديالها تبارك الله ناجحه. غادي نقادها. راه قديت العجينه ديال البيتزا، شوف كي جات تبارك الله ودايره نفيفيخاتها. العجينه ديالها ناجحه مليون في المية. راه هاد العجينه واعره. غادي نشدها، غادي نتقبها دابا بهاد الفرشيط هكا، ندور عليها كامله هكا. صافي راني دكيتها كامله بهذا الفرشيط مزيان. هانتوما كتبان لكم. غادي نخوي عليها دابا لاصوص. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. غادي نقاد عليها هاد لاصوص كامل.
قديت لاصوص، ها هو هاد لاصوص واحد المذاق فيه يا البنات تبارك الله ما شاء الله. محيت درت فيه ديك الهريسه ديال الفلفله. عندي ها هما البصله والفلفله اللي شحرت، ها هما. عندي هنا واحد العلبه ديال الطون، واحد الطاسه ديال الطون، وعندي الفرماج موزاريلا وهذاك الاخر الفرماج الاحمر خلطتهم. هادشي بقى لي غير من رمضان. بسم الله، منا يكون هذا الفيديو واضح. غادي ندير دابا الطون فاش درت المطيشه ديالي. صيبت البصله، غادي عاود نستف عليها هاد الفلفله هادي. غادي نقاد هاد الفلفله البنات بلا ما نطولوا الفيديو، وغادي نولي معكم ان شاء الله. هنا قديت البيتزا ديالي البنات، ها هي كيفاش جات رائعه وعامره تبارك الله. وغادي نشعل الفران، راني شعلته من قبل ودرتو على 200، وغادي نشعلها غير من التحت وتا تقرب طيب عاد ندير هذيك الساعه الفرماج باش كيبقى الفرماج طري. المهم نتمنى عجبكم هذا الفيديو وتبقاو معايا حتى التالي ان شاء الله. يلا بقاو معنا. البيتزا ديالي ها هي، زدت لها شويه ديال الزيتون الكحل وزدت لها الزعتر كما قلت لكم تندير نص طيبه. المهم تقرب الطيب عاد ندير لها الفرماج. الفران ها هو راني شعلته يا الحبايب. ايوا سمحوا لي كنصور لراسي. هي الا كتبان لكم غادي نسد عليها ونخليها تطيب وغادي نتلاقاو ان شاء الله. بقاو معنا. البيتزا ديالنا هي طايبه البنات، غير جربوها يا كيد غادي تعجبكم. يسفنجيه تبارك الله ما شاء الله على هاد الكيكه، على هاد البيتزا عفوا. شوف كي جات. وغندير دابا عليها الفرماج باش الفرماج ما كيتيبسش. غادي نفرق عليها الفرماج وغادي نردها نشعلها غير من الفوق غير على ما يذوب هاد الفرماج صافي. ونقدموها في الطبق التقديم. واعره الحقيقه، زوينه بزاف. غادي نديرها يذوب غير هاد الفرماج واحد شويه وغادي نتلاقاو ان شاء الله. البيتزا ديالي ها هي البنات، واعره جات هماويه ما نقول لكمش على هاد البيتزا. والله الا جات واعره وسفنجيه بحال السفنج تبارك الله ومحمره. ها نتوما تحمرات تبارك الله بواحد الطريقه اللي هي ما نقول لكمش عليها، غير جربوها كده غادي تعجبكم. ايوا ما تنساونيش بالصيمه، جمجموا لا واعره والله لا واعره هماويه في الحقيقه. بيتزا رائعه وسريعه في التحضير، دغيا كتوجد دغيا كطيب. نتوما نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه. يلا تسلم عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تشوفوا نتجرب بيدي الخير حقكم في الجنه ان شاء الله.